لو انت قدمت الدراسه في روسيا ومستني الدعوه بتاعتك بشكل طبيعي جدا، وفجاه عرفت ان روسيا قفلت الباب في وش معظم الدول العربيه، هتعمل ايه طيب دلوقتي ومفيش جامعات لسه فاتحه؟ معظم الجامعات قفلت، تقعد السنه دي كلها في البيت مش بتعمل اي حاجه؟ لا طبعا ما ينفعش. تعالى بقى النهارده ان شاء الله هقول لك على 5 حاجات تعملهم في الفتره ديت لو انت ما عرفتش تخش اي جامعه، يأهلوك للمره الجايه ويكبروا فرصك انك تسافر روسيا او اي مكان تاني. فمن غير ما نقول كتير يلا بينا نخش على التفاصيل. صلى على النبي ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. طبعا بعد ما كلنا سمعنا وشفنا وعرفنا ان روسيا منعت تبعت دعوات لمعظم الدول العربيه اللي من ضمنها مصر والعراق وسوريا ودول كتير جدا كنا ذكرناها في الفيديو اللي فات، دلوقتي خلاص معظم الجامعات قفلت والناس اللي قدمت ومش عارفين يعملوا ايه دلوقتي. فان شاء الله النهارده هنتعرف على 5 حاجات يأهلوك بعد كده انك تسافر اي مكان، يقوي منك ويعلم السي في بتاعك، يخليك تتقبل في حاجات كتيره جدا سواء كانت روسيا او غير روسيا. اول حاجه خلينا نتفق ان كل اللي حصل دوت خير ليك، سواء دلوقتي او بعدين هتشوف نتيجته. محدش عارف النتيجه هتظهر امتى، ولكن خليك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش غير الخير واللي فيه الصلاح ليك. حاجه كمان لازم نكون عارفينها ان قدر الله ما شاء فعل، ومش هنقعد حاطين ايدينا على خدنا وبنفكر في اللي فات وخلاص، لا لازم نتحرك ونبدا من جديد. فدلوقتي خلينا نروح على اول نقطه هنهتم بيها جدا، وهي نقطه اللغه. ايا كان لو انت عايز تسافر روسيا سواء السنه الجايه او السنه اللي بعدها، او لما القرار دوت يختلف، او عايز تسافر اي دوله ثانيه، لازم تتعلم اللغه بتاعتها كويس. استغل الفتره ديت انك تتعلم اللغه بتاعت البلد ديت، سواء كان رايح روسيا او رايح اي دوله ثانيه. او الاهم من كل دوت انك تتعلم انجليزي وتقوي نفسك فيه، علشان يبقى عندك فرصه كبيره جدا في انك تقدم في منح في اي مكان في العالم وتقبل بسهوله لو انت الانجليزي بتاعك كويس. نقطه كمان جوه الانجليزي، انك لو عايز تعلم اي مهاره او عايز تشوف كورس تعليمي هتلاقيه اغلبه بيكون بالانجليزي. الحاجه الثانيه انك تنزل شغل وتستغل الفتره ديت في موضوع الشغل. الشغل مش مجرد فلوس، الشغل بيعلمك تتعامل مع الناس، بيعلمك البيع والشراء، بيعلمك الناس بتفكر ازاي، بيعمل لك صداقات، بيخليك تكون علاقات. كل الكلام دوت هيفيدك بعدين، لان محدش فينا بيعيش في الحياه لوحده، دايما لازم يكون مع ناس. فالحاجات دي هتكتسبها من الشغل. ما تجيش تقعد تقول لي لازم انزل شغل بفلوس كتير وي لا، شغل بفلوس قليله دوت ممكن يعرفك على حد شغال في مكان اعلى واعلى واعلى لحد ما تشتغل في مكان عالي، لكن انت اصلا لو قاعد في البيت ومستني الشغل عالي هو مش هيجي لك، لان انت اصلا ما اتحركتش ليه. وهو على الاقل يا عم الحاج عشان بعدين لو بتفكر تفتح مشروع او تفتح اي حاجه يكون عندك معارف، يكون عندك ناس يجوا يشتروا من المشروع بتاعك او يجوا على الاقل ينفعوك. وطبعا السعي والحركه ديت ما بتجيش غير عن طريق الجسم كويس، ودي النقطه رقم 3 معانا النهارده، وهو انك تهتم بجسمك وتهتم بالرياضه. الفتره ديت هتكون تقريبا انت ما عندكش التزامات فيها كتير، فاهتم جدا بنفسك وبالرياضه علشان تبني العاده ديت تكون دايما فيك، بحيث لو سافرت اي مكان مع زحمه الحياه والدراسه وي هتلاقي نفسك اتسحلت. جسمك ليه حق عليك، لازم تمرنه ولازم تحركه علشان دايما يكون معاك وعلشان يساعدك. طول ما انت مش بتساعده هو كمان مش هيساعدك. فما تجيش انت ما تحركش جسمك خالص وعايز تروح تشيل اوزان تقيله او تشتغل شغل صعب وتلاقي نفسك راجع تعبان ومرهق. ما هو طبيعي لان جسمك مش متعود على كده. فدي فتره مهمه جدا تقدر تبني فيها جسمك، وتقدر تحط في حياتك عاده الرياضه علشان تستمر معاك لاطول فتره ممكنه ان شاء الله، او ما تنقطعش خالص، عشان بعد كده هتيجي تتزاحم وتقول يا ريتني كنت بنيتها وحطيتها من اولوياتي من زمان. وطبعا الرياضه والجسم الجميل المتناسق مش هيجي غير عن طريق الاكل، وهي دي النقطه الرابعه، انك تتعلم ازاي تعمل اكل كويس صحي مفيد محسوب السعرات. كل الكلام دوت تقدر تتعلمه برضو من دلوقتي، سواء كان هتتعلمه من النت او تتعلمه لوحدك، تخش تخبط في المطبخ او عن طريق والدتك او عن طريق اي حد تاني يساعدك في الموضوع دوت. بس المهم انك تتعلم الطبخ والاكل الصحي، عشان دوت هيخدم على النقطه رقم 3 اللي هي الرياضه، ونقطه رقم 3 هتخدم على النقطه رقم 2 اللي هي الشغل اللي محتاج الرياضه. فالاكل مهم جدا، حاول تفهم الاكل بيشتغل ازاي، حاول تفهم السكريات بتشتغل ازاي، امتى تاخدها، حاول تعرف ايه الحاجات اللي بتسهر ما ينفعش تاخدها قبل النوم، ايه الحاجات اللي ممكن تتاخد الصبح، ايه الحاجات اللي ممكن تتاخد بالليل، عشان تقدر تعيش يوم كويس زي ما بنقول كده، يوم مثالي خالي من الارق، خالي من المشاكل، خالي من الكسل. وطبعا اكتر حاجه احنا قاعدين عليها الفتره ديت هو التليفون والسوشيال ميديا، فاحنا ممكن نستغل حاجه زي كده في ان احنا نتعلم منها الاكل، ونتعلم منها الاكل عن طريق ايه؟ عن طريق القراءه. ودوت ياخدنا للنقطه ال5، وهو انك تحاول دايما تقرا وتبني مهاره القراءه فيك. محدش بيتولد بيحب القراءه، ولا ناس بتاخدوا القراءه حقن، ولا بيشيلوا المعرفه ويحطوها في دماغهم. مفيش الكلام ده كله. القراءه والحب بتاعها بيجي من انك بتقعد وتجبر نفسك انك تقرا وتتعلم الحاجه ديت. لازم يكون عندك مثابره، ولازم يكون عندك انتظام وعندك روتين ثابت للقراءه علشان تكون مهاره تغرزها فيك، زي بالظبط ما انت هتغرز مهاره الرياضه فيك علشان بعد كده تتعود عليها، وعشان بعد كده تكون بالنسبه لك الحياه من غيرها صعبه وتكون من اساسيات اليوم عندك زي الاكل والشرب مثلا. فلازم تقرا كتير جدا في معظم الجوانب الحياتيه والجوانب اللي انت
بتسعى اليها، سواء كان في اللغه مثلا، في مهاره معينه، او في الاكل، او في التمرين، او في اي شيء، او حتى تقرا قصص واشياء ممكن تستفيد منها ولو بشيء بسيط. حتى لو كانت الفكره بعد كده بتبني حاجات كتير. وبس يا سيدي، دول 5 نقط اللي كنا عايزين نتكلم عنهم النهارده، علشان دايما تكون مستعد. لو الخطه ايه ما نفعتش يبقى الخطه بي موجوده، ودايما انت جاهز. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تبعت الفيديو لحد من صحابك وتقول له تعالى ندرس الخطه ايه والخطه بي، علشان دايما نكون جاهزين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا تقريبا 12 دقيقه بنسجل. انا خلاص تعبت بجد. راجع من الشغل اصلا النهارده مرهق وتعبان، بس قلت لازم نسجل اي حاجه، لان بصراحه بقالنا فتره ما سجلناش. والسكريبتات يعني معظمها خلاص، يعني حاجات كتير كانت مرتبطه ازاي بقى لما تيجي روسيا هنا تتعامل، واماكن وي اغلبيتها خلاص بقى، يعني ممكن نقول شبه اتكنسلت علشان مبقاش في طلاب تانية هتيجي. فالمهم اصلا يعني انا مخلص شغل الساعه 11 بالليل، والساعه دلوقتي داخله على 2 اهي، الساعه 2 الا ربع. بس قلت هسجل بقى. فزي ما انتم شايفين كده الديكور والدنيا جديده شويه دوت. الاخ دوت رينج لايت من احد الاصدقاء، قمنا باستعارته يعني. المهم عشان ما نلوكش كتير، بصراحه موضوع سخيف جدا، موضوع روسيا قفلت الحدود ديت ومنعت طلاب كتير من الدخول دوت. رخم على ناس كتيره جدا، وزي ما تقول كده يعني مش هقول لك ضيع مستقبل، بس هي ما بتحسبش كده، بس ناس كتير حسبتها ان هو خلاص يعني مستقبلهم ضاع. ولكن سبحان الله، يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امر، محدش عارف. يمكن الفتره الجايه تقوم حرب كبيره جدا، والناس اللي ما سافرتش روسيا تقول يا ريتنا ما سافرناش فعلا. الحمد لله ان احنا ما سافرناش، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان هي جت لحد كده، والحمد لله ان الناس ما جاتش مثلا هنا اخدت لها فتره وبعد كده نزلوا بواقع اي قانون جديد هيطلع محدش عارف. وربنا يكرم كده ويعدي على خير. الواحد مش عارف بصراحه، يعني حاطط نفسي مكانهم، وليا اصحابي بيكلموني حصلت لهم مشاكل، نزلوا مصر وعايزين يرجعوا هنا تاني مش عارفين، يعني هم اصلا بالفعل طلاب. فده مثلا واحد ضيع سنه ولا سنتين هنا وفي الاخر مش عارف يجي، وناس تانية تحضيري لسه مش عارفه تيجي، وتقديم في مصر خلاص شبه قفل، فمش عارفين يروحوا فين. وناس تانية كانت بانيه ان هي هتيجي وهتقدم ومش عارف ايه. فموضوع سخيف. المهم الفيديو بتاع النهارده حاسس ان هو فيديو مهم جدا بصراحه. يعني ناس كتيره جدا لما بيحصل كده دروب ولا الخطه تتغير، بتلاقيهم خلاص قعدوا ومش عارفين يعملوا ايه، وخلاص بقى يقعد على مثلا على الانستا، ولا يقعد على اي حاجه تضيع وقته، وينزل مع اصحابه يلعب بلاي ستيشن، ولا ينزل يلعب كوره، ولا ما يستفيدش باي حاجه. وده اكبر غلط بصراحه. يعني ليه اكبر غلط؟ لاني طب وبعدين انت كده مستني ايه؟ انت اللي انت مستنيه هتقعد تستناه باللي انت بتعمله؟ طب ما تجهز له. يعني انت مش عارف بعد كده يحصل ايه. فانت ممكن يطلع لك منحه مفاجاه لاي مكان، امريكا مثلا طلعت لك رحله مفاجاه لكندا مثلا، طلعت لك رحله مفاجاه لاي دوله مثلا بتتكلم انجليزي او طالبه انجليزي. ومعظم دلوقتي الدول طالبين انجليزي، ما عدا مثلا المانيا هي اللي محتقره موضوع الالماني دوت، بس معظم الدول التانية بتتكلم انجليزي وطالبه انجليزي عادي. فقوي نفسك في الانجليزي، استغل الوقت دوت اللي بيضيع دوت، قوي نفسك في الانجليزي. قوي نفسك في مهارة معينة ممكن تبدأ فيها فريلانس مثلا. قوي نفسك في انا بصراحة مش شايف ان في حاجة اهم من انك تقوي الانجليزي بتاعك، لانك حتى لو قويت الانجليزي بتاعك هتعرف بعد كده تفتح فيديوهات تتعلم كورسات كلها بالانجليزي للمهارة اللي انت بتدور عليها. على الاقل لو في منحة اتقبلت فيها وحصل معاك انترفيو تعرف تتكلم. مش هتقول له انا بتكلم عربي وانت مثلا مسافر امريكا ولا مسافر اي مكان. مش محتاجين العربي بتاعك في حاجه، احنا محتاجين لغه الدوله اللي انت رايحها. فا اي جو تو سكول باي باص افري داي والكلام دوت مش بياكل عيش. يقول لك خد ورقك واطلع بره. فالانجليزي قوي نفسك في الانجليزي وبس. يعني من الحاجات المهمه. المهم خلاص الساعه 2 انا هقفل بقى الفيديو ده على كده. هينزل امتى مش عارف، بس ان شاء الله ينزل عن قريب يعني، عشان دلوقتي خلاص اصلا الترم قرب يخلص. او هو خلاص يبقى خلص، باقي فيه اسبوعين ولا حاجه، فالتسليمات بقى داخله
والامتحانات القصيرة، مش عارف اسمها ايه يعني، بس اللي هي زي الامتحانات قصيرة كده اللي هي زي الميد ترم، والتسليمات الأخيرة، وتسليم الواجبات اللي متأخرة، والمشاريع فدعواتك ربنا يعديها على خير. وبس يا سيدي، السلام عليكم.